عليكم، ازيكم يا بناتي؟ احلى بنات على اليوتيوب. معاكم ياسمين البحيري. عامل لكم النهارده حلقه سهله قوي وسريع جدا ومش مكلف وهتلاقي زوجك كمان بيحبه زي ما زوجي كده بيحبه جدا. الحلقه بتاعنا النهارده هو الترايفل. معروف ان هم في محلات الحلويات بيعملوه من بواقي الكيكه. وبيتحط عليه كريم شانتيه او شوكولاته في كوبايات وبيتباع وبيكسبوا منه كويس جدا. بس انا النهارده هعمله بسكويت، اي بسكويت ساده عندك، او عندك بواقي كيكه حطي بواقي كيكه. هما 3 حاجات بس انا هستخدمهم: البسكويت الساده، كريم شانتيه دريم او اي كريم شانتيه انت بتحبيه، وعلبه جيلي. وانا عندي هنا جوز هند هزين بيه. كل اللي انا عملته استخدمت المعايير بتاعتي دي. عايرت ده كام 125 ملي على كيس الكريم شانتيه وضربته بالمضرب زي ما انتم شايفين. وعايرت ربع 250 ملي، ربع لتر ميه، وغليته وحطيت عليه كيس الجيلي ده. ميه سخنه مغليه وتقلبي فيها كيس الجيلي وترجعي تحطي كوبايه ميه تانية ساقعه وتقلبي ويبقى بالمنظر ده. انا قلت اعمل لكم الحاجات جاهزه عشان ما اطولش عليكم. يبقى ادي عندي هنا الجيلي جاهز، وعندي هنا كريم شانتيه مضروب، وعندي هنا كاسات اللي انا هستخدمها. اي كاسات عندك، انا اخترت كاسات شفافه عشان تشوفي الطبقات جواها. انت عندك كوبايات اوكي ماشي، عندك الكاس العادي اللي بتشربي فيه دي كاسات جيلي، الكاس العادي اللي بتشربي فيه مفيش مشكله، مش هيفرق كتير. هنبدا اول حاجه هكسر البسكويت ده وهحطه اول طبقه في الكوبايه. عشان ما اطولش عليكم هكسر وتعالوا شوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي. بالطريقه دي يا بنات انا كسرت البسكويت تحت في قعر الكوبايه، وعندي هنا الجيلي. هبدا اسقي البسكويت ده بالجيلي. زي ما قلت لكم، عايزين تستخدموا كيكه استخدموا كيكه، بس تكون الكيكه بارده وبايته يعني، لان لو طازه وسخنه مع سخونيه الجيلي هتعجن. زي ما انتوا شايفين اهو. هتسقي طبعا، ده هيخش التلاجة فهيجمد من تحت. فطعم الجيلي مع البسكويت مش عايزه اقول لكم يعني رهيب. على فكره انا بعمل ده لما بيجوا ضيوف عندي او حاجه، بس هتضاعفي الكميه. هتجيبي بقى كيسين كريم شانتيه وكيسين الجيلي ده عشان يكفي معاكي لو جالك عدد، وبيخلصوا عليه. بيحب يعني سهل وسريع وبيحبوه قوي. زي ما انتم شايفين انا سقيت اهو. طبعا ده هيجمد وجواه البسكويت. الطبقه اللي بعد كده هبدا احط الكريم شانتيه بتاعي. بسم الله اهو. حطي طبقه كده كريم شانتيه من فوق. بسم الله. عندك مثلا كاكاو اضربيه مع الكريم شانتيه، هيطلع كريم شانتيه بالشوكولاته، يبقى حلو قوي. هي شبه التشيز كيك كده يعني. انا بحب الحلويات اللي بتبقى طبقات. وبعدين نكسر الملل بقى بتاع الكيكات التقليدية يعني، واللي بتاخد وقت واللي محتاجة فرن، دي من غير فرن ومن غير اي حاجة. زي ما انتوا شايفين انا هرجع احط طبقة تانية من لسه فيها اهو. هرجع اوزعه تاني وبعدين هحط على وشه الجوز الهند ده اهو. يا بنات حطيت كل الكريم شانتيه. احط جوز الهند ده احط على 3 كوبايات بس ليا، زوجي مش بيحبهم من فوق كده. اوكي. وهيدخلوا التلاجة 3-4 ساعات عقبال ما يجمدوا شوية زي ما انتوا شايفين.
هيدخلوا التلاجة، لازم يخشوا التلاجة عشان طبقة الجيلي تجمد من تحت. عايزة تحطي ما بين الجيلي وما بين الكريم شانتيه فاكهة، حطي فاكهة. عايزة تعمليه من فوق تبشري شوكولاتة، مفيش مشكلة. حالة جميل جدا وسهل جدا ورخيص، مش غالي. ده كان الترايفل. اعملي لضيوفك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير وتعليق لأي استفسار، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.